السلام عليكم واهلا وسهلا بكم بقناتي مال يوتيوب ابن ابو عبد الله او بالانجليزي عبد الله كوكس. اليوم راح نسوي هاي الاكله اللذيذه الطيبه اللي هي صوص. هو نوع من صوص يسموه بيستو او بالانجليزي بيستو. هذا البيستو هذا طبعا يسووه بايطاليا، وكل سنه على مسابقات يشوفون منو يسوي احسن بيستو بايطاليا طبعا. وهاي طبعا يتريقون بيها ويتغدون بيها ويتعشون بيها وكلش صحية. وهسه تشوفون شو راح نسويها. بس قبل ما نبدي بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط احنا الصنوبر بالطاوة حتى شوي نحمصه. لازم الصنوبر شوية يتحمص لأن المقادير مالت هاي كل سهلة: ثوم، صنوبر، ونحط شوية ريحان، زيت الزيتون، ونحط وياه ملح وفلفل طبعا حتى شوية يصير بطعم كلش طيب. وهذا الصنوبر إذا واحد ما يقلب بيه ما يحمصه يحترق بسرعة، لأنه هو نوع من المكسرات اللي بسرعة يحترق، لا يبقى على نار كلش قوية. ورأسا نحطه بماعون حتى شوية يبرد، واللي يبقى على الطاولة لأن الطاولة تبقى حارة وتبقى يتحمص به. وهسه نكسر سنين ثوم، وهذا همنا نحطه ويا الاكل. الثوم يطعم كلش طيب وهاي الاكله، فاللي عنده طلعه او يروح في مكان الافضل هاي الاكل ياكلها من الصبح. وطبعا عندي هذا الهاون مشتري جديد، اتصور جنسه مرمر او حجر طبيعي. صار عندي كوم اغراض مال المطبخ، فاللي عنده مكان بالمطبخ مالته خلي يعلق لي حتى اجيب اغراض يحط من البيت مالته، لانه بعد ما عندي مكان. هسه حطينا الثوم احنا بالهاون، الطاسه مال الهاون، واحنا عندنا هذا الريحان والثوم والخبز راح نستعمله. ونحط هسه الصنوبر اللي حمصناه قبل شويه بعده هو حار. وطبعا هو هذا الصنوبر في الطيب ما يتحمص، بس واحد يحب ياكله خالي اصلا. بس هسه راح نحط شويه زيت زيتون. وعلى فكره الزيت زيتون نحطه شويه شويه حتى لا يصير كلش هوايه. شو وقت ما نعتاز زيت زيتون نحط شويه. وهذا هسه راح ندق او نمرد الصنوبر الى حد ما يصير يعني ممرود كل زين. وراح احط فلفل، وبالنسبه الفلفل والملح تحطون شويه شويه، لانه اخاف يصير كلش مالح او يصير كلش بالفلفل حار. احنا بس نضيف شويه طعم حتى يصير ظاهر الطعم مالت الملح والفلفل، فتحطوا شويه وكل شويه هم نضوقوه عما تمردوه. شوفوا لا يعتاز بعد. وهسه هذا راح ندقه زين بسطه، يعني بسطه من هاي التمام. ويحتاج لنا فد باقة ريحان طازج. هذا طبعا فد الريحة بيه كلش طيبة. وبهاي الأكلة إذا ماكو ريحان واحد الأفضل يسويها، لأنه هو الريحان هي هاي الأساس مع الأكل. كلش ريحة طيبة وهو لذيذ وخفيف وكلش طيب الأكل. هسه راح نحط في الصمة، وبعدين إذا عزنا أو نحتاج نحط بعد. بس هذا همنا نمرده كل زين ويا الصنوبر والزيت زيتون والملح والفلفل حطيناه. وعلى فكرة اللي يريد يقدر يحط غير مقادير ويا هذا، مثلا فلفل او بابريكا، بس الافضل واحد يسوي طبيعي لانه هو هذا الطعم الطيب الاوريجينال بيستو. وهسه نحط هذا النوع الجبن اسمه جبن بارميزان. بارميزان كلش طيب. هذا طبعا يصير جبن كلش قوي. والبرشة هذا عادة يحطوه على الباستا، على السباجيتي، على المعكروني، يحطوه على بالباستو مثلا. فصراحة انا حبرش كمية صحية، كل ما اكثر كل ما اطيب يصير. وهذا مو ضروري، بس اللي يعجبه يقدر يحط بيه هذا. نحط الجبن يعطي طعم شوية كريمي، انه هذا يصير شوية معتق هذا الجبن وكلش طيب. وهم المردة ويا الباستو. طبعا هالحالة لا نحتاج بعد زيت زيتون، احنا نحط شوي شوية الى حد ما يصير صوص، يصير يعني
مثل الصوص. وهذا بعد كمل هذا البيستو، شوفوا الله. هذا على فكرة من يحطوا على الباستا وعلى السباجيتي او على المعكرونية، الا واحد يحب يحط. وبالنسبة للخبز انتم بكيفكم شنو نوع الخبز تحبون تستعملون. انا جبت هذا خبز اللي بمكسرات او حبوب، واكو انواع واشكال الخبز بالسوق، وجبت هذا هم اسمر هم كلش طيب، واعتقد هذا مال الشعير اصلا. وهم اللي واحد يريد اكو بالزيتون واكو بالفلفل واكو خبز عادي او الجبن، بس انتم بكيفكم شنو نوع من الخبز تحبون تستعملون. هو اهم شيء الخبز يتحمص حتى يصير مقسب، وتحطون هاي الاكلة عليه. ونجيب جبن موتزاريلا اللي واحد يقدر يجيب. هذا طبعا طعمه مو كلش قوي، بس بيفد نوع من طعم طيب وخفيف يصير، بس كلش دسم فبعد بكيفكم. وهاي بيضة همينة، انتو بعد بكيفكم شنو تحطون بيه. هذا زيتون، وبكيفكم طماطة او خيار، بس اني راح احط هاي النوع الطماطة اللي يسموها سان درايد توماتو، يعني هاي طماطة حطيها بالشمس الى حد ما ناشفة بيحطوها بزيت. طبعا الزيت احنا ما نريده، بس هي الطماطة بيها نوع من طعم كلش طيب. ونحط كمية على كتر حتى شوية دهن يتوشل، لا تقدرون يعني تحطوا مثلا في ساعة قبل ما تسوون هاي اللفات حتى الدهن كله ينزل. ونحط هذا البيستو، شوفوا شلون صار الله. طبعا الريحة مالت الصنوبر والثوم والريحان تارس المطبخ ترس الله. وطبعا عما تحطون يعني لا تستحون، الاكل اكلكم والبيت بيتكم حطوا ايش قد ما تريدون تحطوا، كل ما اكثر كل ما طيب. بس هي لا واحد يحط كلش قليل هم لا بس طعمه كلش قوي يصير وطيب. بس انتم بكيفكم، انا احب يعني احب الطعم مالته ظاهر يعني طيب يصير هواية، يعني كلش هواية ايه. وهاي الأكلة البيستو كلش لذيذة وكلش سهلة وكلش طيبة. وطبعا انتو بعد نقشوا رسموا عليها شنو تحبون تحطون على هاي الأكلة. الزيتون، لا تحبون زعتر، لا تحبون جبن، أنواع وأشكال أكو، انتو بكيفكم. وكلش هاي الأكلة يعني الصبح واحد شي يحس ماكل فد شي طيب ويرتاح له بالنهار، مو كباب وباتشا وما ادري شنو. هالمرة نسويها سهلة، وان شاء الله عجبتكم هاي الاكلة. مو تنسون دوسوا اللايك وعلقوا، وانا ان شاء الله اشوفكم بالافلام القادمة ونشوفكم بخير.